السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم وفاء عبد العظيم، قناة أنا وأحفادي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الرز باللبن الجميل المصري بتاعنا التقليدي. أهو حلو قوي، إن شاء الله يعجبكم بإذن الله وجربوه. واللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا يشترك، أحلى متابعين في الدنيا عشان تكبر بيكم إن شاء الله ويصلكوا كل جديد. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بحط حلة على البوتاجاز فيها 2 كيلو من اللبن. بكون نقع كوباية واحدة من الرز بالمج العادي حوالي نص ساعة، وبعدين بصفيها في المصفى واحطها على اللبن. اهو تمام كده. بفضل اقلب فيه عشان الرز بتاعنا فيه نشا، الرز المصري بيبقى فيه نشا، لو سبته ممكن الحلة تشيط. افضل اقلب كده لحد ما تغلي، اروح جايه طافيه عليها ومغطياها بالغطا واسيبها نص ساعة. بعد النص ساعة بصوا الرز نفشه عمل ازاي، حلو قوي استوى، زي ما بنعمل البليلة كده، الغلة بتاعة البليل. تمام كده. هنبدأ بقى نضيف له الإضافات بتاعته. هحط له السكر، أنا حطيت كوباية إلا ربع من السكر، لو عايزين تزودوا سكر براحتكم. أهو هو سكره جميل، اللي عايز يزود السكر براحته. وهحط له برضو فانيليا، رشة من الفانيليا. وبكون بقى حايشة كوباية من اللترين دول، كوباية لبن. هحط عليها معلقتين 2 من النشا، هدوبهم مع بعض كده عشان نبقى نحطهم يلفوا معانا الرز. يكون اللبن بارد مش سخن. اهو هنحط بقى كده معانا معلقتين 2 من الكريمة، كريم شانتيه. اهو بيديله قوام جميل قوي. وهحط كمان معلقتين من القشطة، بيخليه كريمي كده وحلو قوي، اللي هو وش اللبن، او قشطة عادية من السوبر ماركت، او مثلا قشطة اللي هي الفلاحي، اي قشطة عندنا. اما فيش خلاص ممكن معلقة زبدة. هنقلب بقى كل الحاجات الجميلة اللي احنا ضفناها دي مع بعض، وبعدين هننزل بالنشا بتاعنا عشان يلفلنا بس الرز كده. بصوا السوائل اللي في الرز حلوة وكتيرة ازاي. انا مكترة اللبن، بيبقى حلو قوي، بيبقى عامل زي ما يكون رز كده بمهلبية، طعمه بيبقى حلو قوي. هنقلب النشا ونضيفه عليه. تمام اهو. هقلبه بقى كده بسرعة هيلف معايا اهو، ولسه هيربط بقى اما يبرد. هو اصلا السوائل كتيرة، يعني اللبن الكتير ده بيخلي الرز كده مش تبقى رز كتير كده مكتوم في الطبق، لا بيبقى حلو قوي، هاشش كده، ورز قليل ولبنه كتير، فبيبقى طعمه جميل قوي. تمام كده، لف معانا خلاص وخد غلوة. هطفي عليه ونبدأ بقى نحطه في الأطباق. في اللي بيحب يحط له شوية كاكاو أو صوص شوكولاتة، في اللي بيحب يصب في بريمة ويدخله ياخد وش من تحت الشواية كده. الإضافات اللي انتوا عايزينها. احنا بقى بنحب الرز التقليدي القديم بتاعنا بتاع زمان الجميل أبو زبيب ده، حلو قوي. اهو بنفضيه كده، ونبدأ بقى نحط أي حاجة موجودة عندنا، شوية زبيب على جوز هند، شوية سوداني، اللي عنده مكسرات ماشي مفيش مشكلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو بصوا عمل وش في ساعتها ازاي، حلو قوي. ان شاء الله تجربوه يعجبكم باذن الله. وعمل كميه كبيره، يعني كوبايه رز و2 كيلو لبن، عملوا معانا كميه حلوه قوي اهي. يا رب يعجبكم ان شاء الله، وتجربوه وتقولي رايكم. بالهنا والشفا. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.